يمسيك والله بالخير جميع وانعم الله على عيال بن ساير. لكن يا اخواني يحز بالنفس ان بعض الناس بعد القصيده اللي انا الغيتها لما شافونا في صاله الجلال قعدوا يزعلون او قعدوا يتحاشون. احنا ما سوينا شيء ورايحين نسوي ونقول ونلعن اب واسلاف. مع الاسف انها وصلتنا رساله من بعض الاعضاء يتشرهون ويزعلون. انا ما قلت شيء، اللي يبي يزعل لحد الان انا اقول يزعل. ما تشوفني في صاله الجلال وتحوص عني او تشوفني في صاله الحباج وتكلم، هذا لا. نبي نقول ونبي نلعن اب واسلاف. بالنسبه للقصيده والله يا جماعه ما كنت محضر شيء، والله كنت جاي معزوم، لكن لما شفت عيال بن ساير وذكرت ابوهم صراحه اقسم بالله الذي لا اله الا هو بيوم هالجمعه اني توي سويتها الحين، لا كنت مسويها لا البارح ولا اليوم الصبح، فاعذروني لانها قصيره ولها معاني تدل عليها. فيا جماعه اسمحوني لانها قصيره. يا عيال مجبل علمكم غان من دوم، يا عيال مجبل علمكم غان من دوم، تمشون في درب مشى فيه ابوكم. يا عيال مجبل علمكم غان من دوم، تمشون في درب مشى فيه ابوكم. ما قلتها باغ نتردد بها علوم، ولاني بدور حاجة من وراكم. ما قلتها باغ نتردد بها علوم، ولقيت ادور حاجة من وراكم. جينا لكم عساير الناس معزوم، لبيت دعواكم وقيتوا غداكم. جينا لكم عساير الناس معزوم، لبيت دعواكم وقيت الغداكم. مما تبوكم يا النشامة الي اليوم، عز الله ان اللوم دوم عداكم. ما صك ديوان ابو ناصر ومحشوم، قول العرب واللي يجي وقصراكم. وسلام. مما تبوكم يا النشامة الي اليوم، عز الله ان اللوم دوم عداكم. ما صك ديوان ابو ناصر ومحشوم، قول العرب واللي يجي وقصراكم. وسلامتكم. بنور والله يا رب اني ما قلت الله الحين علي الطلاق اللي صار.